الفيديو دوت مهم جدا خاصة للمبتدئين أو المربيين اللي بيدوا أدوية. في مصطلحين محتاجين نعرفهم أو نفهمهم بمنتهى البساطة، وهو يعني إيه جهاز المناعة ويعني إيه مضاد حيوي. وخلونا نبدل المصطلحين دولت بمصطلح الفتوة ومصطلح السور اللي بيتبني. يعني المضاد حيوي هو اللي هيكون الفتوة معانا، وجهاز المناعة هو السور. اللي بيحصل كالآتي: لما يكون الحمام بتديله مضاد حيوي يعني بتجيب له فتوة بيدافع عن جسمه هو لأنه جسمه ضعيف، فالفتوة دوت أو المضاد الحيوي ده كل ما يتضرب من الفيروسات بيضعف، بيبقى الأول قوي. تخيل بقى واحد كده معانا فتوة جدا ونفضل نضرب فيه، كله في النهاية على الرغم ان قوته هيضعف معانا. فهو دوت المضاد الحيوي. عشان كده لما بنستخدم مضادات حيوية بكثرة مفعولها بيبطل من كترها، بيبقى ليها مفعول في الأول، بعد كده هو بيقل ويكاد ان هو بيختفي. لما بقى الفتوة دوت يقع مننا او يموت مننا، الجسم بيضعف اكتر لانه هو ساكت ومش مدافع عن نفسه او مقواش نفسه بجانب المضاد الحيوي. طب يعني ايه جهاز المناعة؟ جهاز المناعة هو السور الطبيعي اللي ربنا خلقه. كل ما كان السور حصين ومتأسس زي الجبل، مهما جت الفيروسات عليه او المرض عليه ما بيسمحش السور ده اللي هو جهاز المناعي بدخول المرض. لكن لو الجهاز المناعي او السور بتاعنا ضعيف، اقل حاجة بتأثر فيه ويخليه يضعف. وبدورنا ان احنا نعمل على تقوية جهاز المناعة بالوقاية من الامراض، وهو النظافة المستمرة والاكل والشرب ودخول التهوية والشمس. زائد كده ممكن ندخل المواد الطبيعية اللي ما تأثرش على الجهاز المناعي للحمام. لكن كتر الأدوية مهما كانت بتجيب نتيجة بتأثر. امتى يبقى ليها تأثير إيجابي؟ لو اديناها باعتدال. فما ينفعش حد يقول لي هو أنا ينفع أدي ديكال على طول، ينفع أدي أي أدوية على طول؟ لا طبعا.